السلام عليكم. تعرف الفوبيا بأنها الرهاب أو الكره الشديد تجاه شيء معين، وعلى الرغم من أن البشر لديهم ميل طبيعي للفوبيا، إلا أن هناك أنواع يمكن تقبلها على المستوى المجتمعي، مثل البيروفوبيا أو الخوف من النار، والتلاسوفوبيا الخوف من البحر، لأن هذه الفوبيا يمكن علاجها أو التحكم فيها نسبيا. على كل، فإن بعض الناس قد وجدوا أن لديهم بعض أنواع الفوبيا الغريبة، والتي ليس من الصعب تدبر أمرها فحسب، بل تؤثر في حياة الشخص الذي يعاني منها بالسلب، كما تؤثر على حياة الأشخاص المحيطين به. وإليكم اليوم أغرب أنواع هذه الفوبيا. هل سمعت يوما ما بفوبيا اللمس؟ هابيفوبيا أو الخوف من اللمس قد تبدو لك شيئا قادما من مسلسل كوميدي أو نوع من الرهاب من الدغدغة، لكن رهاب اللمس فوبيا حقيقية، وتكون اللمسة بالنسبة للمصاب بها ذات قوة رهيبة بل مؤلمة أيضا. وفي بعض الحالات قد تكون هذه الفوبيا حصرا ضد الذكور أو الإناث فقط، أو قد تكون من لمس الأشخاص عموما. وحسب اعتراف أحد الأشخاص الذي يعمل كمصمم جرافيك في الولايات المتحدة، فإن اللمسة الواحدة تسبب له آلاما، بل إن الأمر وصل به في مرة أنه تذكر كل شخص لمسه. إيرجوفوبيا أو ما يسمى بالخوف من العمل. لورنا لانيبيرغ هي شخصية اعترفت بمعاناتها من فوبيا العمل، فهي تعمل منذ 17 عاما، لكن حينما تفكر في العمل هناك شعور بالخوف يزحف إليها، حتى أدت حالتها السيئة هذه إلى تغييرها المستمر لعملها. نيوفوبيا أو الخوف من أي شيء جديد، والشيء الجديد هذا قد يكون مواقف أو أماكن أو أشياء، فالمصابون بالنيوفوبيا غالبا ما يجدون صعوبة في تجربة كل شيء جديد، من أطعمة وعادات أو حتى جداول مواعيد. ومن الأشكال المنتشرة للنيوفوبيا هي فوبيا الطعام، فحينما تجعل طفلك يجرب طعاما لم يتذوقه من قبل، فإن هذا يؤدي إلى أذيته أكثر من نفعه. الفيلوفوبيا أو رهاب الوقوع في الحب، غالبا تكون أسبابها متعلقة بخبرات سابقة لها علاقة بالحب والعلاقات، مثل الطلاق الذي يمكن أن يؤدي إلى الفيلوفوبيا. ويمكن أن تتعلق الفيلوفوبيا بمشاهدة الشخص لوالديه وهما يتشاجران أو يختلفان أيضا. لذا إذا أحببت شخصا مصابا بالفيلوفوبيا فإنه سيميل إلى التراجع والهرب منك. الأبلوتوفوبيا أو الخوف من الاغتسال والاستحمام، وهي شائعة أكثر بين النساء والأطفال منها عند الرجال، وتتعدد أسباب هذه الفوبيا، لكنها تعتمد بشكل أساسي على أحداث مأساوية سابقة، مثل حادثة يتضمن الغرق أو تصرف خاطئ لآباء مهملين جعلوا من الاستحمام عقابا. النوموفوبيا أو الخوف من البقاء دون هاتف محمول، من أهم أسبابها هي إدمان الإلكترونيات، وأيضا هؤلاء الذين عانوا من موقف كان لغياب المحمول دورا في تعقيده. وعلى الرغم من أنها فوبيا غريبة إلا أنها منتشرة بين العديد من الناس، وقد أقيمت دراسة في المملكة المتحدة على 1000 شخص اعترف منها 66% بمعاناتهم من النوموفوبيا. ديسايدوفوبيا أو الخوف من اتخاذ القرارات، ينزعج المصابون بهذا النوع من إلزامهم باتخاذ قرارات في حياتهم، وغالبا يكون السبب الرئيسي لهذه الفوبيا قرار تم اتخاذه في الطفولة أو في أي مرحلة أخرى خلال حياة الشخص. ونتيجة لهذه الفوبيا فإن المصابين بها يتبعون رأي العامة في تقرير آرائهم وقراراتهم، كما يعانون من عدة أشياء منها التردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حياتهم، مما يتسبب في ترك بعض المواضيع مفتوحة دون إنهائها، مما يؤدي إلى إهلاك حياة المصاب. هيليوفوبيا أو الخوف من ضوء الشمس، هي خوف مبالغ فيه أو غير منطقي من ضوء الشمس، وسببه المعتقدات الخاطئة عنه، مثل أن يؤمن الشخص أن التعرض الطويل لضوء الشمس يسبب سرطان الجلد، وقد يصاب شخص تعرض لحروق من الشمس بالهيلوفوبيا. الجينوفوبيا أو الخوف من العلاقة الجنسية، يكون الشخص المصاب بهذا مرعوبا من الجنس أو أي شيء يتعلق به، وسببه الأساسي هو تجربة سيئة مرت بالشخص، مثل الاغتصاب أو الإجبار على الممارسة. وقد يصنف من يصاب بالقلق تجاه أدائه الجنسي بأن لديه نوعا من الجينوفوبيا. جلوسوفوبيا أو الخوف من مخاطبة الجمهور، لا يستطيع المصاب بها التغلب على التوتر عندما يصبح من الواجب عليه إلقاء خطبة علنية، ومثل هؤلاء يمكن أن يصابوا بانهيار عصبي فور مواجهتهم لموقف مشابه. ويمكن أن تحدث الجلوسوفوبيا بسبب موقف مشابه في الماضي،
أو بسبب عدم وجود استعداد داخلي. يمكن معالجة الجلوسوفوبيا بالعلاج النفسي، كما تم مع العديد من الأشخاص المصابين بهذا النوع من الفوبيا عن طريق الجلسات المستمرة للعلاج النفسي. إذا أعجبك الفيديو، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.